بص يا معلم، انت بتصحى متأخر. أول ما تفتح عينك تروح ماسك الموبايل، تقلب 45 دقيقة من غير ما تتحرك من السرير، وتقول لنفسك هبدأ أذاكر بعد الفطار. طب بعد الغدا؟ طب خليني أشوف فيديو كمان وخلاص. مش ده اللي بيحصل معاك؟ خليني أقولك بمنتهى الصراحة، روتينك ده بيبوظ لك يومك. لو انت مش ماسك زمام يومك، يبقى يومك هو اللي ماسكك ويجرك على مزاجه. أنا في الفيديو ده هقولك روتين يومي بسيط يخليك تذاكر بتركيز، تبقى منجز وتخلص يومك وانت مبسوط. ومش هقولك تصحى 4 الفجر وتروح تقعد تتأمل فوق جبل، لا يا عم. الكلام اللي هقوله عملي، سهل، وهينفعك فعلا. خلينا نبدأ من أول اليوم. أول خطوة، اصحى كل يوم في نفس الميعاد. مش لازم 5 الفجر، عادي جدا لو 7 الصبح. أهم حاجة الثبات، دماغك بتحب النظام. واوعى تمسك الموبايل أول نص ساعة. لو أول حاجة دماغك شفتها ميمز وضحك وهري، يومك كله هيبقى كده. ابدأ كده، اشرب كوباية مياه كبيرة، حرك جسمك 15 دقايق، شوية استرتشات أو تمارين خفيفة، واكتب 3 حاجات أساسية عايز تخلصهم في اليوم. كده انت بدأت اليوم من أوله. تعال بقى على المذاكرة. ما تفتكرش إن 8 ساعات فتح الكتاب يساوي 8 ساعات تعليم. استعمل طريقة بومودورو، 25 دقيقة أو الأفضل 40 دقيقة تركيز، 5 دقايق راحة. بعد 4 مرات خد بريك نص ساعة. واوعى تشتت نفسك، حط الموبايل على وضع الطيران أو ارميه بعيد شوية. نصيحة كمان، اعمل مكان مخصوص للمذاكرة، حتى لو ركن في أوضتك. ممنوع أكل، ممنوع دوشة، بس انت وكتابك. نيجي بقى للغدا. دماغك وقتها بتبقى عايزة دوبامين وأي حاجة تلهيك. اللي معظم الطلبة بيعملوه إيه؟ بيقعدوا يقلبوا في الموبايل وياكلوا أي أكل غير صحي. أنت لأ، قوم امشي 15 دقيقة، كل أكل صحي وخفيف، بلاش زيوت ولا سكريات. أدي مخك فرصة يهدى. بعدها خلي شغلك خفيف، مراجعة، ملاحظات، مشاريع مع زمايلك. والحاجات التقيلة خليها للصبح أو أول الليل. بالليل بقى، هنا في ناس بتبوظ كل حاجة، يقعدوا 6 ساعات سرحانين على موبايل أو بلاي ستيشن. الأصح حدد ميعاد لنهاية اليوم، وليكن 8 بالليل. اكتب كل اللي مطلوب منك أو اللي محتاج تعمله بكرة. جهز هدومك، كتبك، قائمة مهامك، وبعدين ارتاح. بس بإرادتك. شوف فيلم بتحبه، اقرأ، اكتب، بس بلاش تضيع عمرك في سكرول بلا نهاية. وأهم حاجة النوم. احمي نومك زي ما يكون مقدس، 7-8 ساعات على الأقل، حتى في أيام الامتحانات. المذاكرة من غير نوم زي واحد بيجري برجل واحدة. الصبح اصحي، اشرب، اتحرك، خطط. من الصبح للظهر مذاكرة بتركيز بتقنية بومودورو. بعد الظهر حركة خفيفة، مراجعة، حاجات سهلة. بالليل اقفل دماغك، حضر بكرة، ارتاح، وبعدين نام كأنك ملك. افتكر يا صاحبي، مش المهم تبقى مثالي كل يوم، المهم تكمل وتستمر. هتغلط عادي، بس لو مشيت على النظام ده هتكون منتج أكتر من 90% من الطلبة اللي حواليك. ولو الكلام ده فرق معاك، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجاية، وخش على النشرة الأسبوعية اللي هتخليك دايما ماشي لقدام.